حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل بقى النهارده بسكوته تحفه جدا. بمقادير مظبوطه جدا من سنين، مقادير من سنين انا بعملها وما بغيرهاش ابدا. البسكوته دي بصوا بتدوب في البق دوب كده، وكمان طعمها وشكلها يفتح النفس، وكمان سكرها مظبوط. الزبده بتاعتها مظبوطه. يعني بصوا يا جماعه الشكل بيتكلم. تعالوا نخش على طول على المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشتغل ب2 كيلو من الدقيق. تمام كده. 2 كيلو من الدقيق. ال2 كيلو من الدقيق دول عايزين قد ايه زبدة؟ 700 جرام زبدة، مش سمنة يا جماعة، زبدة. 700 جرام من الزبدة. بدرجة حرارة المطبخ. طبعا انا كنت مطلعاها من الصبح بدري، عشان طبعا مطلعاها من التلاجة من الصبح بدري عشان تاخد درجة حرارة المطبخ، عشان اعرف اضربها بالمضرب، لان لو لسه مطلعاها من التلاجة استحالة تتضرب بالمضرب كده خالص. هضربها بقى كده وافككها من بعضها بالشكل ده كده، وبعد كده ايه، هنزل عليها بالسكر البودرة. السكر البودرة لو انتي مش واثقة منه يبقى لازم تنخليه. انا السكر ده جايباه يعني نوع حلو يعني. هو كله زي بعضه، بس هو ايه، انا وانا بشتري الحاجات لقيته شكله عجبني كده جبته. سكر الضحى حلو جدا وما فيهوش اي تكتلات خالص. فانت لو مش واثقه من السكر بتاعك يبقى لازم قبل ما تنزلي بيه على الزبده لازم تصفيه كده او تنخليه. وينزل كده ايه متفكك من بعضه عشان ميبقاش فيه تكتلات. عشان التكتلات دي لو نزلت على الزبده مهما تضربي فيه التكتلات دي بتفضل فيه. بعد ما دوبت السكر كويس كده بقى شكله كريمي كده والزبده لونها فتح، هنزل بقى بايه، بالبيض. البيض انزل بيه واحده واحده. البيض كام بيضه؟ لل2 كيلو دقيق 10 بيضات كاملين. تمام. هنزل بواحده واحده. لما البيضايه اللي انا نزلتها كده تختفي خالص واقلبها وتختفي خالص، انزل البيضه التانية واحده ورا واحده كده. تمام. طب انتي ليه ما حطيتيش البيض كله مره واحده وخلصنا؟ لو عملنا كده الزبده هتفصل من بعضها. هتبص تلاقي هتحس ان هي ايه، فيها ميه كده من الجناب كده، ومش هتلاقيها النتيجه، مش هتعجبك يعني. عشان كده بنضرب بيضه بيضه وتختفي خالص بالشكل ده كده، ونحط البيضه التانية. لو انت مش واثقه من البيض بتاعك فضيه بيضايه بيضايه في طبق صغير كده، وبعدين حطيه على العجينه بتاعتك. لو انت مش واثقه من البيض بتاعك. انا طبعا عشان واثقه من البيض بتاعي ومن مصدره ايه يعني، فانا فضيت البيض على طول على العجين. انا كده خلصت ال10 بيضات. طبعا انا فصلت الفيديو ونزلت البيض بيضه بيضه لغايه ما بقى الدنيا بالشكل ده. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ لون الزبده الاصفر اللي انتوا شفتوه في الاول ده اختفى خالص، ادانا اللون الكريمي الابيض ده. وبعد كده بقى هنزل بريحه البرتقال. هنزل بشويه كده من ريحه البرتقال، حوالي معلقتين كبار كده من ريحه البرتقال. تقدري على فكره تحطي، عارفين التانك اللي هو بيعملوه عصير او الفروتي؟ هاتي ريحة الكيس واحد بس بريحة البرتقال حطيه معاهم، هيديكي ريحة تحفة جدا. مع الفانيليا البرتقال دي اختراع على فكرة حلوة جدا، انا بستعملها في الكيكات وفي البسكوت. اختراع هي كمان بجد. انا حطيت كيسين كده من الفانيليا برضو، وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس واضربهم كويس بالمضرب. لو مش متاح عندك المضرب ده تقدري تشتغلي بمضرب سلك، مفيش اي مشكلة خالص، مفيش حاجة هتعوقنا ان احنا نعمل بسكوت ونفرح عيالنا. يعني البسكوت ده بصراحة يعني هو مش بس كمان للعيد، ده هو جاي في وقته، ان احنا كمان العيد جاي في وسط مدارس. حلو قوي الاطفال كمان لما يفطروا بيه الصبح مع كوباية شاي بلبن، هيبقى حلو ومغذي كمان. طبعا انا قلبت الفانيليا كويس جدا مع الزبدة والبيض، الحاجات اللي انا حطيتها دي قلبتهم كويس جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب الدقيق بتاعي اللي هو ال2 كيلو دقيق. هجيبهم بقى كده. لو برضو مش واثقه من الدقيق بتاعك يبقى لازم تنخلي الدقيق كويس جدا. انا برضو جايبه دقيق، انا مستعمله دقيق الضحى. هوريهولكوا دلوقتي عامل ازاي. نضيف جدا على فكره، بستعمله في اغلب معجناتي بستعمل دقيق الضحى ده حلو قوي. خلاص كده. انا ضربت بس كمان ضربه كمان كده عشان اتاكد بس من النعومه بتاعه الزبده. واتاكدت ان السكر اختفى خالص خالص في الزبده. قبل ما احط الدقيق هجيب هنا نص كوبايه، ربع كوبايه، يعني ده مش نص كامل يعني، ربع كوبايه لبن. يعني هي كوبايه، عارفين الكوبايه الكبيره بتاعه الميه دي،
ربعها، حطوا ربعها لبن ودوبوا فيه معلقة ممسوحة من النشادر، ما تكتروش في النشادر اكتر من معلقة ممسوحة على ال2 كيلو. يعني لو هتعملي كيلو خدي نص معلقة ممسوحة، ما تكتريش في النشادر عشان البسكوت ما ينفخش منك ويبقى شكله مش لطيف ولا طعمه ولا ريحته هتبقى حلوة. يعني هي معلقة ممسوحة على 2 كيلو، حطيتهم على ربع كوباية اللبن ونزلت بيهم كده فوق الخليط بتاعي، وابتدي بقى ان انا هضربهم ضربة كمان، اخفي اللبن ده كله في قلب الزبدة. وخلي بالكم اللبن ما يكونش سخن، يعني اللبن يا بدرجة حرارة المطبخ يا ساقع، لكن ما يكونش سخن خالص عشان ما يسيحليش الدنيا ويبهدل لي الدنيا. خلاص كده انا كده مهمة المضرب بتاعي انتهت خالص، انا كده مش هستعمله تاني. انا هبتدي بقى ان انا احط بقى بقية المكونات بتاعتي. بقى انا حطيت هنا رشة ملح حوالي نص كوباية، نص معلقة صغننة، يعني نص معلقة صغيرة من الملح. انا بس اديتها تقليبه كده في الخليط بتاعي كده، وبعد كده بقى هنزل بقى ايه اخر حاجه بقى فاضل لي الدقيق والبيكنج باودر. خلاص كده احنا خلصنا كده المضرب. هبتدي بقى ايه ان انا اشيله بقى على جنب كده، وابتدي بقى ان انا اجيب الدقيق بتاعي واكمل بقى ايه اخر خطوه في البسكوت. الطريقه دي يا جماعه اعتمدوها وعلى ضمانتي، وان شاء الله يعني كده هتعجبكم جدا. بس ما تنسونيش بدعوه حلوه واشتراك للقناه ولايك حلو جميل كده زيكم للفيديو. اهو انا بوريكم بس الدقيق ده، دقيق الضحى اهو. حلو جدا في كل حاجه بصراحه، يعني ما بستعمله بيبقى حلو في كل حاجه انا بعملها. هنزل كده بواحده واحده كده واقلب، يعني حطيت شويه شويه كده واقلب. هنزل بكيسين من البيكنج باودر، كيسين كاملين على ال2 كيلو، هحطهم كده فوق شويه الدقيق اللي انا حطيتهم دول. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اكمل بقى ايه تقليب، ومش عايزه عجن كتير بقى، ما نعجنش كتير خالص. احنا عايزين يا دوبك بس الدقيق يختفي كده في الخليط بتاعه بالراحه كده بشويش، واحده واحده كده اقلب واحده واحده. طبعا انا هوقف الفيديو شويه على ما اخلص تقليب عشان ما اطولش عليكم، وهوريكم النتيجه في الاخر. انا حطيت ال2 كيلو دقيق كاملين. ليه حطيت ال2 كيلو؟ عشان انا واثقه من المقادير بتاعتي. بصوا بقى انا بس عشان ايدي اللي كنت بعجن بيها فيها عجين فتحس ان هي كانت ملزقه، لكن العجينه مش ملزقه خالص. انا وريتكم بايدي التانية اهي، بوريكم ان هي ايدي مش ملزقه خالص، والعجينه مش ملزقه خالص. شايفين اهي سايبه من ايدي خالص، مفيهاش اي تلزيق. العجينه دي عجينه المكنه مش عجينه الكيس، عشان بس نبقى ايه على نور كده مع بعض. عجينه الكيس بتبقى اطرى من كده بشويه، لكن عجينه المكنه بتبقى ماسكه شويه كده تطلع معاكي فله. شايفين الرسمه طالعه عامله ازاي؟ اه انا قاعدين بقى اولادي بيقطعوا وانا بقى اللي هسوي، وهوريكم بقى التسويه. انا وريتها لكم في اول الفيديو التسويه كانت عامله ازاي، هوريها لكم تاني برضو في اخر الفيديو التسويه عامله ازاي. زي الفل ما شاء الله. الفرن عادي شغليه عادي، وشغلي لو في مروحه شغليها درجه حراره 180، وشغلي بس المروحه ما تشغليش من فوق، هو شغال الفرن من تحت بس. شايفين التسويه عامله ازاي؟ تسويه جميله جدا من فوق ومن تحت. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناه، والسلام عليكم.